السلام عليكم ومرحبا بكم واهلا بكم في قناة مطبخ ام رابح. اليوم ان شاء الله راح نديرو طبق المتوم. هذا الطبق تقليدي الجزائري اللي نحسميه سهل التحضير تاعو، نقدموه في الاعراس الجزائريه، في العشاء تاع العريس والعروسه، في الصباح تاع العروسه، الناس العزاز علينا. واليوم راح نديروكم دوزيام بلا في شهر رمضان. راح نقول لكم اليوم واش راح نسحقوا لهذا المتوم. الوصفه الاصليه تاعو اللحم تاع الغنمي، الاصل تاع المتوم. بصح اللي تحب تعوض اللحم هذا تاع الغنمي بالدجاج، دير الدجاج عادي، نسحقوا فيونداشي، لحم كفت او لحم مرحي، سمن ولا مارغارين مخلطه مع الزيت، زيت سونغو، ونسحقوا بياض البيض، هذا نديروه في الكفته باش نلمو بها الكفته. نسحقوا بصله بيان غابي، هذه نديروها للمرقه ديالنا باش تجي خاطره، تجي ثقيله. ونسحقوا الكفته ديالنا نديروا لا شابلور او الخبز يكون مجفف ومرحي. نسحقوا الثوم، نص نديروه للفيونداشي ديالنا ونص نديروه للمرقه. والتوابل اللي نسحقوها في هذا الطبق التقليدي يعني فقط نسحقوا غير الكمون، فلفل اسود، هنا راني درت فلفل ابيض والملح، هذا واش فيه غير الكمون، فلفل اسود والملح. ونسحقوا بيان سور حميصه، انا يعني جبت حميصه محضره يعني مسبقا. ومع الاخر للتزيين نسحقوا اللوز، هدايا اللوز نديروه مع الاخر، نديروه في نقليوه في المارغرين، ونزيدو نشبحوه به. نقدروا نديروه مع الطياب ولا نديروه غير مع الاخر. نبداو بسم الله بالفيونداشي ديالنا. نسحقوا كميه تاع الثوم، هذه رابيتها رقيقه، فوالا. ناخذوا كميه تاع الملح، نبداو بالفيونداشي باش يتشرب كاع يتك واش راح نديرو فيه. نديرو كميه تاع الكمون، الثوم تاعنا يجيب الكمون. نديرو فلفل كحل، ونديرو لا شابلور هذه باش الفيونداشي ديالنا يجي رطب، باسكو معروف الخبز يمتص الرطوبه، صافي لي بولات ديالنا ما يجوش ناشفين، ما يجوش يابسين. نخلطوا كامل المكونات بسم الله بشكل جيد حتى يدخلوا كاع في الكفته ديالنا. بعد ما حركناه مليح باش يدخلوا فيه كامل المقادير يتشرب، نزيدوا له بياض حبه بيض. في الاول كي نزيدوا له هذه بياض حبه البيض يبان شويه جاري، مي ما تخافيش منه، خلوه يرتاح شويه يعاود يتشرب هذاك البيض. هذا طبق تقليدي يعني سهل الخدمه ديالو وما يطولش في طيابه. فيونداشي معروف يطيب غابيدمون. فوالا نخلو هدايا الفيونداشي يريح يتشرب بيان، ونجوزو للمرقه ديالنا. الاطباق التقليديه تاعنا يحبوا ليدام. انا راح ندير مغرفه مارغرين، تحبوا تعوضوها بالسمن، ونزيدوا معاها مغرفه تاع الزيت، دائما المارغرين ولا السمن نديروا معاها الزيت. وانا مباشره راح ندير القطعه تاع اللحم تاع الغنمي باش يتقلى ويتعسل. كاين اللي يحبوا يسبقوا في البصل ويديروا لي زيبيس، بصح انا نفضل اني نعسل قبل اللحم من بعد باش ندير البصل ولي زيبيس باش يعطي هذيك البنه تاع اللحم اللي يكون هكذاك مجمر. ولي زيبيس يحتفظوا بالبنه ديالهم باش ما يروحوش مع القليان مع القليان. والان اللحم ديالي بعد ما تعسل مليح خليته
نضيفوا له شويه تاع الكمون، على خاطرش كميه تاع الكمون ما نديروش، يا نديرو في الكفته يا نديرو في المرقه. بيسك انا درت كميه لا باس بها في الكفته، دونك في المرقه ندير شويه حبه صغيره تاع الكمون باش ما يجيش هذاك الريحه ديالو قاصحه بزاف. فوالا مش بزاف. ندير بيان سور الثوم وكميه تاع الفلفل الاسود ولا ابيض كما درت انا هنايا، والملح على حسب الرغبه. انا ما نكثرش بزاف، الانسان لازم ينقص من الابيضين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، الملح والسكر. وبيان سور كميه تاع البصل ما ننساوهاش باش تختار لي المرقه تجي خاطره ثقيله. البصل نديرو غير في المرقه، ما نديروش في الكفته. ونزيدو الحميصه ديالنا، فوالا كميه تاع الحمص. ونمرقو بما يكون سخون، دائما نمرقو بما سخون حتى يتغطى اللحم ديالنا ونخلوه يطيب. ما بيد المرقه تاعنا راهي طيب، راني نحمر اللوز. فوالا درت له مارغرين وراني نحمر فيه. بعد ما طاب اللحم تاعنا رانا درنا لي بولات، وكيما على بالكم لي بولات ما فيهمش روح تمتم يطيبوا، على 10 دقائق نطفوا عليه. هاوليك المتوم ديالنا جا بنين جاي شهي، شبحناه باللوز، درت معاه حبيبات لوز طاب معاه عطات طلق البنه ديالو. هاوليك المريقه ديالنا كيفاش جات خاطره مع لي بولات واللحم تاع الغنمي. واللي يحب يدير اللحم تاع الدجاج معليش يجي تاني بنين بزاف باللحم تاع الدجاج. وبالصحه والهنا، تاكلوه بالصحه والهنا.